بعد النهار الاول ما جا عندنا حتى شي واحد ما جا عندنا ما شفناه. النهار الثاني كان جا واحد الفرد من افراد الاسره ديالو وكيقول لراجلي بحال هكا، كيقول ليه شنو بغيتي، اللي بغيتيها نعطيوها لك، اللي بغيتيها نعطيوها لك. يهضروا على الماده. قال ليه راجلي داكشي اللي بغيت انا ما عمرك ما تقدر تعطيه لي، انا بغيت بنتي ترجع كيف ما كانت، بغيت صحيحه بنتي ترجع، بغيت بنتي تلعب معايا، تطلع فوق ظهري، نجري انا وياها، نمشي انا وياها للبحر، نخرج انا وياها، حيت غيتا وراجلي متعلقين بعضياتهم بزاف. هي بنته الاولى وهي عيني كيحماق عليها بزاف، كلشي عارف. الا شتيتي غير التليفون ديالو وشتي تصاور بيناتهم غادي تعرفي لاش من درجه متعلقين بيناتهم. الحاله الصحيه اللي كانت فيها بنتي ما كناش طامعين فيها تعيش. انا بعدا فاش شفت داكشي اللي طرا ليها شفتو قدام عينيا وكنقول كلمه وحده اللي كانت في فمي هي بنتي ماتت، حيت خرجت لها الكشكوشه من فمها وراسها كان محلول وكترعد في الرمله هكاك، ما كنتش طامعه فيها تعيش. والاطباء قالوا لي نفس الحاجه. الحمد لله على لطف الله، هي اليوم كتحسن الحمد لله، نهار على نهار كتحسن، كنشوفوا فيها حاجه جديده، شفنا الضحكه ديالها وهذيك هي اهم حاجه. قالوا لي انا اصلا الاطباء فاش كانت في بلوك اوبيراتوار اول ما حلت عينيها وهي ما عاقلاش وباقا مبنجه كتعيط ماما ماما ماما. انا وباباها ما كتبغيناش نفارقوها، الا كنت انا تبقى تبكي عليه تا هو يجي. كتهم الاب بالتقصير عافاك قدامه وهو كيسمع. قالت لك الاب اللي حاط بنته في الرمله كتلعب، علاش حنا كنديو وليداتنا للبحر ولا الجرده ولا لي بارك باش يديفولا وباش قدام الاب كتقول ليه كتهمو بالتقصير؟ شو ما هو اكثر واحد اكثر مني انا اللي ماماها كيرد ليها البال، ولا في حق باها ولا هو مسؤول. جا كيبكي هو بعدا رجع متاثر بزاف. قال كيفاش هاد الناس بحال هكا عايشين معنا في هاد الحياه، عارفين الحقيقه وعارفين شنو كاين وكياخذوا ملف باش يبداو يدافعوا بالكذوب، وكيشوفوا شافوا زعما الحاله راه ما كاينش اللي ما سمعش بهادشي اللي وقع. يعني حتى هما سمعوا حتى هما قراو حتى هما شافوا، حيت خاصو يتحمل المسؤوليه ديال هادشي اللي دار. واخا يكون كيف ما كان. قالوا عائلته بلي راه لا يعمرها دار وظريف وداك الشيء، احنا ما قلناش العكس، ولكن الفعل اللي دار متهور جدا وغير مسؤول. كيفاش واحد عنده 24 عام يعني كيفكر واصلا سايق طوموبيل عنده بيرمي يعني قاري عارف شحال من حاجه غادي يهبط الطوموبيل ويمشي بديك السرعه الخياليه، كان غادي يغلب شويه، كانوا غادي يكونوا اقل الاضرار. واخا ما عندوش الحق، ديما نرجعوا للنقطه ديال انه ما عندوش الحق يهبط الطوموبيله.